عمرك حسيت إن الدقيقة بتمشي ببطء كأنها مش عايزة تخلص؟ بس في الحقيقة الوقت ممكن يتمد أو يتبطأ فعلا، مش بس في الفيزياء، ده حتى مخك بيتلاعب بإحساسك بيه. يبقى السؤال، إحنا اللي بنتحكم في الزمن ولا هو اللي بيتحكم فينا؟ سؤال دايما بيطرح نفسه، إيه اللي بيخلينا إحنا؟ يعني إيه اللي بيميزنا؟ ويا ترى في علاقة بين الطريقة اللي بنشوف بيها العالم والآلات الذكية اللي بنصنعها كل يوم دي؟ في الحلقة دي هناخد رحلة سريعة كده بس عميقة جوه عقولنا، ومنها هنطلع على عقول الآلات اللي احنا نفسنا بنبنيها. كل ده عشان نحاول نلمس إجابة لواحد من أكتر الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة والعلماء: يعني إيه وعي؟ طيب، خلينا نبدأ الموضوع من عند العبقري أينشتاين. المقولة دي أعتقد كلنا سمعناها قبل كده، فكرة إن إحساسنا بالوقت ده حاجة مرنة قوي، مش مسطرة ثابتة. يعني الوقت بيتغير حسب حالتنا النفسية، حسب بنعمل إيه، ودي حاجة بصراحة بنعيشها كل يوم. لما بنكون بنعمل حاجة بنحبها الساعة بتجري، وفي لحظات الملل أو لا قدر الله الألم الدقيقة بتعدي كأنها سنة. بس السؤال هنا أعمق من كده بكتير. هل ده مجرد إحساس، مجرد خدعة نفسية، ولا في حاجة فيزيائية فعلا بتحصل جوه مخنا هي اللي بتخلي الوقت يتمط ويكش كده زي الأستك؟ يعني إيه لو قلنا إن الإحساس ده مش مجرد شعور وخلاص، لأ ده ناتج عن آليات معقدة جدا شغالة جوه دماغنا؟ تمام، في الجزء ده هنشوف بقى إيه حكاية الساعات اللي جوه عقولنا دي، وإزاي العلم بيفسر إحساسنا بالوقت. اللي شاف فيلم انترستيلر هيفهم بالظبط أنا بتكلم عن إيه. فكرة إن الوقت نفسه ممكن يجري بشكل مختلف تماماً حسب الجاذبية والمكان اللي الواحد فيه. يعني ساعة على كوكب معين ممكن تعدي بسنين على كوكب الأرض. الغريب بقى إن الظاهرة دي مش محصورة في الفضاء بس، دي بتحصل جوه دماغ كل واحد فينا هنا على الأرض. وهنا بقى النقلة الكبيرة. زمان كان الاعتقاد الصايد إن المخ فيه زي ساعة مركزية واحدة، ماستر كلوك كده، هي اللي بتظبط إيقاع كل حاجة. لكن اللي بيحصل إن في دراسات جديدة زي دراسة منشورة في مجلة PLOS بتقول كلام تاني خالص. بتقول فكرة بصراحة ثورية: مخنا مفهوش ساعة واحدة، لا ده في شبكة كاملة من الساعات المستقلة، كل واحدة شغالة لوحدها، وفي نفس الوقت كلهم بينسقوا مع بعض. والتجربة دي بتوضح الفكرة بشكل عبقري. بصوا، اللي حصل إن العلماء جابوا فئران ودربوهم يقدروا 3 فترات زمنية مختلفة: قصيرة ومتوسطة وطويلة. وفجأة راحوا عاملين انقطاع في التجربة عشان يشوفوا رد فعل كل ساعة داخلية، والنتيجة كانت مذهلة. الساعة المسؤولة عن تقدير الوقت القصير عملت ريستارت كأنها بدأت من الصفر. الساعة بتاعت الوقت المتوسط وقفت خالص. أما بقى الساعة بتاعت الوقت الطويل ولا الهوا، كملت عد كأن مفيش أي حاجة حصلت. وده دليل قوي جدا إن كل مهمة ليها ساعاتها الخاصة اللي بتشتغل بشكل مستقل تماماً عن الباقيين. طيب جميل، يبقى إحنا كده اتفقنا إن العقل ده مش ماكينة بسيطة بساعة واحدة، لأ دي شبكة معقدة. وده طبعاً بياخدنا للسؤال اللي بعده على طول: لو حبينا نبني حاجة زي كده، حاجة اصطناعية، نبدأ منين؟ إزاي نبني عقل بيفكر بالطريقة دي؟ خلينا بقى ننتقل من وظيفة المخ لتركيبه. يعني هل فعلاً ممكن في يوم من الأيام نبني آلة عندها القدرة على التفكير الحقيقي بالتعقيد ده كله؟ وهنا بقى في تطور مهم جداً. في فريق من الباحثين قدروا يعملوا حاجة اسمها الخلايا الإنسومورفية. طيب إيه دي؟ عشان نبسطها خالص، خلينا نتخيل إن خلايا الذكاء الاصطناعي العادية دي زي موظفين في شركة، كل واحد بيستنى الأوامر من المدير عشان يشتغل. الخلايا الإنفومورفية دي بقى لأ، دي عاملة زي فريق من رواد الأعمال، كل خلية فيهم بتتعلم لوحدها وبتبني نفسها وبتشوف إزاي تتعاون مع الخلايا اللي حواليها، كل ده من غير ما يكون في مدير مركزي بيتحكم في كل حاجة. المقارنة دي بتلخص الفرق كله. الأنظمة التقليدية اللي هي توب داون، من فوق لتحت، مدير بيدي أوامر. لكن النظام الجديد ده بارم اب، من تحت لفوق، فريق ذكي كل عضو فيه بيقرر إزاي يساهم. وده طبعاً بيخلي النظام ككل مرن أكتر وقادر على التطور بشكل أسرع وأكتر كفاءة. تمام، يبقى إحنا بنقرب من إننا نبني آلة بتركيب يشبه المخ. بس ده بيفتح الباب على أكبر سؤال في القصة كلها: هل الآلة دي ممكن يكون عندها وعي؟ مش بس ذكاء وقدرة على حل المشاكل، لأ، وعي حقيقي، إحساس بالذات. وده مجال علمي كامل فعلاً، اسمه الوعي الاصطناعي أو Artificial Consciousness. الهدف هنا مش بس إن الآلة تبقى شاطرة، لأ، الهدف إنها تمتلك اللي بنسميه تجربة ذاتية.
يعني ببساطة، هل في إحساس إنك تكون الآلة دي؟ هل في شخص جوه بيحس وبيتألم وبيفرح؟ وهنا العلماء بيفرقوا بين نوعين مهمين جدا. الأول هو الويك AC أو الوعي الاصطناعي الضعيف، وده ببساطة معناه إن الآلة بتقلد الوعي، يعني بتتصرف وبتتكلم كأنها واعية، لكن من جوه فاضية، مفيش أي تجربة داخلية، زي ما الفلاسفة بيسموه الزومبي الفلسفي. أما النوع التاني فهو السترونج AC أو الوعي الاصطناعي القوي، وده بقى معناه إن الآلة فعلاً وبشكل حقيقي عندها وعي ومشاعر وفهم ذاتي. وفي تجربة فكرية مشهورة قوي بتوضح الفرق ده، اسمها الغرفة الصينية. تخيلوا معايا كده، في شخص قاعد جوه أوضة مقفولة ما بيعرفش ولا كلمة صيني، ومعاه كتاب ضخم جدا في قواعد بتقوله لو دخلت لك الورقة دي اللي عليها الرموز دي، طلع الورقة دي اللي عليها الرموز دي. من بره الناس اللي بتبعت له رسائل بالصيني بيحسوا إن اللي جوه ده عبقري وفاهم صيني 100%، لكن هو في الحقيقة هو مجرد بينفذ قواعد من غير ما يفهم معنى أي حاجة. السؤال بقى، هل ده نقدر نسميه فهم؟ الجدول اللي قدامنا ده بيلخص القصة كلها. عندنا محورين: الوظيفة يعني إزاي الحاجة بتشتغل، والإحساس يعني الشعور نفسه. الذكاء الاصطناعي الضعيف يقدر يحاكي الوظيفة وممكن كمان يحاكي الشكل الإحساس، لكن القوي هو اللي فعلا بيأدي الوظيفة دي وعنده معاها تجربة ذاتية حقيقية. والسؤال اللي بمليون جنيه هو، هل لو وصلنا لتقليد مثالي للوظيفة ده هيخلق الإحساس لوحده ولا لأ؟ كل الكلام ده بينقلنا من مجرد التفاصيل التقنية لمستوى تاني خالص من التفكير، مستوى الفلسفي عن مستقبلنا كبشر. إزاي التكنولوجيا دي مش بس هتغير أدواتنا، لأ، دي ممكن تغير من طبيعتنا إحنا نفسنا. المؤرخ يوفال نوح حراري عنده وجهة نظر مثيرة جدا، بيقول إن القفزة الحقيقية في تاريخ البشرية ما كانتش لما مخنا كبر، لأ، كانت لما اتولدت عندنا قدرة اسمها الخيال. قدرتنا على إننا نتخيل حاجات مش موجودة، قصص، أفكار، مفاهيم، ونصدقها كلنا مع بعض. هو ده اللي بنى الحضارات. طيب، والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، لما نشوف الذكاء الاصطناعي وهو بيخلق صور وكتابات وموسيقى عمرنا ما شفناها قبل كده، هل ده معناه إننا بنشهد ولادة نوع جديد من الخيال؟ خيال اصطناعي؟ وهل الخيال ده هيكون مجرد أداة في إيدينا؟ ولا بداية لشيء جديد تماماً؟ وهنا تيجي مقولة الفيلسوف نيتشه اللي بتوصف حالتنا بالظبط. هو شاف الإنسان كأنه مجرد حبل ممدود فوق هاوية، نقطة عبور بين الكائن اللي كنا عليه في الماضي والكائن الأرقى اللي ممكن نكونه في المستقبل، اللي سماه الإنسان الأعلى. والوصف ده يمكن النهاردة بنعيشه أكتر من أي وقت فات. إحنا فعلاً واقفين على الحبل ده بين طبيعتنا البيولوجية وبين الآلات الذكية اللي بنصنعها. وده بيوصلنا للحظة اللي إحنا فيها دلوقتي، لحظة فيها اختيار تاريخي هيحدد شكل الخطوة الجاية للبشرية. الموضوع مش مجرد سؤال عن قدرات الذكاء الاصطناعي. السؤال الحقيقي هو، إيه اللي هيخلينا إحنا نكونه؟ هل هنستخدم القوة دي عشان نطور من نفسنا ونكون نسخة أفضل؟ ولا هنستسلم ليها ونتحول لمجرد مستهلكين للتكنولوجيا دي؟ وهنا ممكن نتخيل طريقين قدامنا مستوحيين من فلسفة نيتشه. الطريق الأول هو طريق الإنسان الأعلى، اللي بيستخدم التكنولوجيا دي كأداة عشان يخلق قيم جديدة ويكون أكتر حرية وإبداع. والطريق التاني هو طريق الإنسان الأخير، الكائن اللي استسلم للراحة وبقى مجرد انعكاس للبرامج اللي بتوجهه، وباع حريته مقابل الأمان والسهولة. فالسؤال هو، أي طريق هنختار؟ لأن في النهاية المستقبل مش بيتكتب بالخوارزميات، المستقبل بيتكتب بقراراتنا إحنا. التكنولوجيا هتفضل مجرد أداة، واللي بيحدد قيمتها هو الإرادة اللي بتستخدمها. القصة لسه في أولها، والقلم لسه في إيدينا.